سلام لي زامي، لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الوغ هذا الفيديو هذا غادي يكون التتمه ديال لا سيري اللي ديجا بديتها. كنت ديجا حطيت واحد الفيديو في اطار التوجيه، هضرت فيه على كاع المدارس والمعاهد العليا اللي كاينين في المغرب، يعني المدارس اللي يمكن لكم تقراو فيهم من بعد ما تشدوا الباك ان شاء الله. هدرت فيهم على كاع لي سو ديال كل مدرسه وكل معهد والمدن اللي كيتواجدوا فيهم. يعني اللي بغى يتفرج في هذا الفيديو غادي نخلي لكم اللين في اول تعليق. وهذا الفيديو هذا كما شفتوا في العنوان غادي نهضروا على لا بيولوجي في لافاك. المهم ديجا انا قريت عام في هذه الشعبه، قريت غير العام الاول. سميتها لا بيولوجي ولا اس في تي او. ديجا كتقراو في اللي قريتو في الليسي والكوليج اس في تي، دابا زادت عليها او، يعني سيونس دو لا في دو لا تير اي دو لونيفير، علوم الحياه والارض والكون، يعني زاد عليهم حتى الكون. المهم لي زامي باش نوضح لكم واحد النقطه، انا في هذا الفيديو هذا ما جيتش باش نقول لكم واش هاد الشعبه سهله ولا صعيبه، ولا زعما نقول لكم ديروها ولا ما ديروهاش. انا فقط غادي نعطيكم معلومات يعني عن طريق داكشي اللي عرفت انا، حيت قريت فيها سنه كيف قلت لكم. غادي نقول لكم القرايه فيها كي دايره، شنو يعني كيفاش دايرين الامتحانات فيها، شنو كتقراو، شنو لي موديل وداكشي كامل. وانتم غادي تشوفوا الميول ديالكم، شنو كيعجبكم تقراو، واش عندكم زعما مع دوك المواد اللي فيها، واش عندكم معاهم نتوما يعجبكم تقراوهم ولا لا. المهم هذا الفيديو غادي يكون مقسم من ثلاثه. غادي نهضر لكم شويه على لافاك في الاول البدايه ديال الفيديو، غادي نهضر لكم على لافاك، غادي نقربكم من الصوره ديال لافاك كي دايره القرايه فيها، السيستم ديال القرايه وداكشي كامل. ابخي غادي نهضروا على لي موديل اللي كتقراو في العام الاول. نهضر لكم غير على العام الاول اس 1 والاس 2، حيت انا قرات غير العام الاول، يعني ما يمكنش ليا نقول شي حاجه انا ما عارفاهاش. ومن بعد غادي نهضروا على الافاق، يعني من بعد ما تقراو 2 فيها تشدوا الدوك ديالكم، شنو يمكن لكم ديروا به، ولا من تشدوا الاجازه فيها شنو يمكن لكم ديروا بها. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. وكيف ديما لي زامي قبل ما نبداو، الا كنتو اول مره كتشوفوا ماشين يوتيوب ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتخليوا لي لايك ديالكم، وخليكم مع الفيديو. واول حاجه لي زامي غنبداو بها كيف قلت لكم في الاول هي القرايه في لافاك كيفاش دايره. المهم بالنسبه للغياب ما كايناش حاجه سميتها الغياب في لافاك، اجي وما تجيوش منكم من ضميركم، يعني ما كاينش لا يتسوق لكم، الاستاذ ما كيعرفكمش اصلا في لافاك. الا في حاله وحده هي لي تي بي، وهاد لي تي بي هادو كيكونوا غير عند لي فيليير سيانتيفيك، يعني هي عند الشعب العلميه بحال هاد لا بيولوجي هادي كيكونوا فيها لي تي بي. الوغ باش نقربكم من الصوره، كتقراو الكور في لونفي اللي هو المدرج ولا قسم كبير. كتقراو الدرس تما مع البروف، كيكونوا عندكم ابري لي طرافو ديريجي، و ابري كديروا لي تي بي اللي هما لي طرافو براتيك، الاعمال التطبيقيه. دونك فاش كتقراو الكور مع الاستاذ كتقراو داكشي غير نظري. ابري في هاد التي بيات هادو يعني كيكونوا تطبيقات اللي كتبراتيكيو داكشي اللي قريتوه نظري كيولي تجارب. دونك كيكون عندكم مختبر في لافاك كتقراو فيه دوك التجارب، كتلبسوا الطابليه، وهذا هو فين تيكون الغياب، يعني خصكم ضروري تحضروا. اما بالنسبه للامتحانات في لافاك فكيكونوا عندكم جوج، الدوره العاديه والدوره الاستدراكيه. الراتراباج اسمها راتراباج غادي تخلعوا، لكن عادي فاش غادي تشدوا الباك وغادي تطلعوا لافاك ولا اي مدرسه عليا من بعد الباك، يعني من مور الباك الراتراباج كيولي حاجه عاديه بالنسبه لكم. وصراحه هو زوين من واحد الناحيه انه كيكون فرصه ثانيه، يعني الا ما فاليديتوش عفوا في النورمال يمكن لكم تفاليديو في الراتراباج وبمونسيون كاع. المهم فاش كدوزو النورمال الا ما فاليديتوش، يعني الا ما جبتوش من 10 للفوق كيعطيكم راتراباج. الا ما فاليديتوش في راتراباج، الا قدر الله ما جبتوش فيه مزيان حتى هو، كيبقى لكم داك الموديل حتى العام الثاني. العام الاول اس 1 والاس 2، الدوره الاولى هي الاس 1 والدوره الثانيه هي اس 2. دونك داكشي ديال الاس 1 تيبقى لكم حتى الاس 3 اللي هي الدوره الاولى ديال العام الثاني، فهمتوا؟ العام الاول اس 1 اس 2 والعام الثاني اس 3 اس 4، وهي غادا بحال هكا. يعني داكشي ديال الاس 1 اللي بقى لكم في الاس 1 كيقابلوا داكشي في الاس 3، كتعاودوه في الاس 3، فهمتوا؟ عشان داكشي ديال الاس 2 كيتعاود لكم في الاس 4 وهي غادا. يعني هادشي الا ما فاليديتوش في العام ديالكم النيت كيبقى لكم حتى العام الثاني وكتعاودوه. يعني في لافاك ما كايناش تسقطوا ولا تنجحوا، يعني كيكون عندكم العام الاول راكم في العام الاول، فاش كتطلعوا العام الثاني راكم كتطلعوا ليه غير لي موديل ديالكم اللي ما فاليديتوهمش كيبقاو يتجمعوا عليكم وصافي. وهذه حاجه خايبه، بقاو تفاليديو الحاجه في عامها، يعني ما تخليوهاش تعاود لكم حتى العام الجاي. المهم هادشي اللي كيبان ليا خصكم تعرفوا على لافاك. الا كنت نسيت شي حاجه سولوني في لي كومونتير غادي نجاوبكم، ولا دوزون ديال الانستغرام غادي نخليه لكم هنا. المهم قلت لكم داكشي زعما اللي كيبان ليا خصكم تعرفوه، حيت كاينين صراحه اللي ما تيكونوش عارفين، بحال انا في اول عام نطلع لافاك ما كنتش عارفه هادشي، حتى سولت الناس. المهم كاينين اللي عارفين مزيان. دابا غادي ندوزو لي موديل اللي كتقراوهم في العام الاول الاس 1 والاس 2. في لا بيولوجي كتقراو 7 الموديلات، 7 لي موديل بحال قلتو مواد، 7 في الدوره الاولى و7 في الدوره الثانيه.
وعلى ما سمعت في السنه الثانيه كيبقاو يتنقصوا، واقيلا كيبقاو 6 المهم ما عرفتش بالضبط. المهم العام الاول تمركزوا معايا للعام الاول، الاس 1 عندكم 7 والاس 2 عندكم 7. الوغ نبداو بلي موديل ديال الاس 1. عندكم لا بيولوجي سيلولار، هذا اول موديل اللي كتقراو فيه التنظيم العام للخليه والمكونات ديالها. عندكم ثاني موديل اللي هو لومبريولوجي اي ليستولوجي، اللي هو علم الانسجه ولا علم الجينات، كتقراو فيه الجينات والانسجه والانماط المختلفه في التكاثر عند الحيوان. كتقراو فيه التنظيمات ديال الجينات ولا التنظيمات الجنينيه. ابخي عندكم لا جيولوجيا جينيرال، هذه هذا الموديل هذا كتقراو فيه كل ما يتعلق بالارض وبالكون، يعني كتقراو المكونات ديال الارض، الهيكل ديالها، الكون، المهم كل ما عنده علاقه بهذا الشيء. عندكم اوسي الشيمي والفيزيك، هادو كل موديل بوحدو، يعني ما كتقراوش الفيزيك والشيمي في ماده وحده، الا مفرقين كل وحده ماده بوحدها، كل وحده بالبروف ديالها ولي كور ديالها. الوغ بحال دابا الفيزيك عندكم شي دروس ما قرابين من داكشي د الباك، بحال نوكليير، بحال تيرموديناميك اكسيتيرا. المهم عندكم بزاف ديال المواد، غير هما زعما ماشي صعابين بداك الصعوبه، شويه ساهلين. ابخي عندكم الشيمي، حتى هو ساهل، ماشي شي دروس زعما اللي صعابين ولا معقدين. وعندكم اوسي المات تقريبا تقولوا بحال قلتوا الدروس ديال الباك، زايدين عليهم شي حوايج، شي 3 دروس ولا 4 ولا شي علاقات، يعني ما قريناهمش الباك زايدين عليهم. وسي حتى هو فيه كتقراو هذاك الاعداد العقديه وداكشي، غير هو هادشي كتقراو بالفرنسي، يعني اللي كانوا باك بيوف راه مزيانه ليهم، واللي كانوا بالعربيه غيلقاو شويه الصعوبات في الاول ولكن غادي يولفوا. اخر موديل عندكم في الاس ان لي هو لا لونغ اي لا تيرمينولوجي، اللي هو اللغه والمصطلحات. هذا الموديل هذا كيكون ساهل صراحه في ليكزام ديالو، كتحضروا لي كور ديالكم عادي، ما كيكونش فيه التي بي، هذا ما كيكونش فيه زعما التطبيق، كتكونوا كتقراو غير دروس عاديين. وفي الامتحان كيتحط لكم نص بالاسئله ديالو، يعني بحال جاوي نص بالاسئله ديالو لا برودكسيون ايكريت. دونك دوك الاسئله كتجاوبوا عليهم من النص كيكون علمي، بما انكم نتوما شعبه علميه كيكون النص علمي مقتضب من شي كتاب علمي ولا من شي مقاله علميه. المهم والبرودكسيون ايكريت ما كيحطوش لكم موضوع. المهم هذه بالنسبه للمكناس، حنا كنا في لافاك دي سيونس مكناس، ما كناش كيعطيونا نكتبوا موضوع، بل كيعطيونا مصطلحات ندير لهم التعريف ديالهم، كنديروا لا ديفينيسيون صافي. بحال دابا كيعطيك لا جيولوجي، لا بيولوجي، لا بيولوجي سيلولار، المهم كيعطيك كلمات علميه كدير لهم تعريف، يعني انت خصك تكون عارفهم بما انك انت كتقرا في هاد الشعبه العلميه وكتقرا هاد لي موديل هادو. هما ما كيخرجوش ليكم على اطار لي موديل ديالكم، يعني نتوما خصكم تكونوا ضابطين كاع لي موديل وصافي. هادشي اللي كاين في الاس 1. اما الاس 2 فعندكم حتى هو 7 ديال لي موديل. واول موديل عندكم اللي هو لا بيولوجي دي زورغانيزم انيمو، اللي كتقراو فيها الفقاريات ولا فقاريات والشكل ولا التشكيل المورفولوجي والتشريحي لبعض الحيوانات. دونك في ليتاب اللي كتقراو يعني في هذا الموديل هذا كل ما له علاقه بالحيوانات، وفي ليتاب ديالو في لي طرافو براتيك كيجيبوا لكم بعض الحيوانات، مثلا ماشي شي حيوانات، مثلا بحال الاسماك، بحال الكروفيت كانوا كيجيبوا لنا الكروفيت، كانوا كيجيبوا لنا الجرانه. المهم والله كانوا كيجيبوا لنا هادشي، وكنا كندير لهم التشريح، كتبقى يعني كتقلبها من الداخل ديك الحيوان ولا داكشي اللي جابولك، كتقلبو من الداخل شنو فيه، كتكتشف داكشي اللي فيه من الداخل ديالو. والموديل الثاني اللي هو لا بيولوجي دي زورغانيزم فيجيتو، الاول انيمو هذا فيجيتو يعني الاول الحيوانات، هذا كل ما له علاقه بالنباتات. وفي لي تي بي كنعقل كانوا كيجيبوا لنا مثلا بصله، كانوا كيجيبوا لنا بعض النباتات، وابار دوك النباتات مثلا جابوا لنا بصله وواحد القشره كتكون لاصقه فيها، كنديروها في الميكروسكوب اللي هو المجهر، غادي نخلي لكم شي صوره ديالو هنا وصافي، وكتبقاو تشوفوا داكشي بعض المرات كيعطيكم ترسمو. المهم هادشي اللي كاين في هذا الموديل هذا. وعندكم اوسي الموديل ديال الجيوديناميك اكسترن غير سميتو باينه، يعني كنقراو فيه داكشي كامل اللي كيوقع لنا، دوك الظواهر الجيولوجيه اللي كيوقعوا على سطح الارض ماشي تحتها، ولكن غير داكشي اللي كيوقع فوق الارض. وكنقراو اوسي على الغلاف الجوي. وعندنا موديل اخر اللي هو العكس ديال اللي قلنا دابا، اللي هو لا جيوديناميك انترن، هذا كتقراو فيه على الظواهر الجيولوجيه اللي كتوقع لنا تحت الارض، ماشي اكسترن، انترن يعني تحت الارض، داكشي اللي كيوقع تحت الارض داكشي اللي كتقراو. عندكم اوسي المات، نو ماشي المات، عندكم الفيزيك، يعني تتم داكشي، يعني فيزيك دو في الاس 1 كتقراو فيزيك 1 و الاس 2 فيزيك دو، يعني كتكملوا داكشي الاس 1. عندكم اوسي الشيمي دو، يعني كتكملوا داكشي الاس 1، غير هاد المره كتكون عندكم الشيمي اورغانيك يعني العضويه.
شنو كتقراو آخر، عندكم لا لونغ et terminologie aussi، عندكم يعني في الS1 كتقراو يعني غير داكشي الأول، وفي الS2 كتكملو، وحتى هو الامتحان ديالها تيكون بحال الS1 بحال الS2 بحال، والماط كتقراوه غير في الS1، الS2 ما كتقراوش الماط، وإلا لاحظتوا معايا بالنسبة لي موديول الS1 بحال كتفرعوا فيهم في الS2، مثلا كنتو كتقراو في الS1 لا جيولوجي جينيرال، يعني كتقراو على داكشي د الأرض بصفة عامة، في الS2 كتولي عندكم الانترن والاكسترن، اوسي بالنسبة لا بيولوجي سيلولار كتقراوها بصفة عامة، البيولوجيا الخلية بصفة عامة، في الS2 كتفرعوا فيها كتوليو كتقراو ديال لي فيجيتو و ديال لي زانيمو بوحدهم، فهمتوا يعني بحال كل موديل في الS2 كيتقسم لجوج. الوغ لي زامي هادو هما لي موديل اللي عندكم بالS1 والS2، يعني السنة الأولى كاملة هادشي اللي كتقراو فيها، ودابا ندوزو للآفاق اللي كلشي كيتسناوهم في هاد الفيديو، يعني الآفاق ديال هاد الشعبة. ها أنا قريت هاد الشعبة شنو يمكن لي ندير بها من بعد. دابا غادي نهضر لكم على الشعب، عفوا على الآفاق الدراسية وعلى الآفاق المهنية. الآفاق المهنية يمكن يعني اللي بغا صافي غير يسالي القراية يخدم مثال، أو عندكم الآفاق الدراسية يعني اللي بغا يكمل قرايته من بعد فشي حاجة أخرى. بالنسبة للآفاق أنا كاتباهم هنا باش ما ننساش ليكم شي حاجة. غادي نبدا لكم أول حاجة بالآفاق المهنية. يمكن لكم تدفعوا للتعليم، سواء الابتدائي الثانوي الإعدادي يعني توليو أساتذة، يمكن لكم تخدموا في المستشفيات يعني القطاع الطبي، أوسي عندكم مراكز البحوث والمؤسسات العلمية، يمكن لكم تخدموا في شركات الأدوية، في مختبرات التحاليل الطبية، يمكن لكم تخدموا في الشرطة العلمية، شنو اخر، عندكم الشركات الصناعية، وعندكم شركة مستحضرات التجميل. دابا ندوزو للآفاق الدراسية يعني اللي بغا يكمل قرايتو. واحد الحاجة قبل ما ننسى، إلا قريتو غير 2 ans قريتو عامين وكنتو مفاليدين كاع لي موديل ديال هاد العامين، كيمكن كيتسمى عندكم الدوك، ويمكن لكم تدفعوا لكلية الطب والصيدلة، ويمكن لكم يعني تكملوا فيها العام الثالث، يعني كتقراو نيشان العام الثالث ماشي تعاودوا من الاول. يعني هذه بالنسبه للناس اللي ما زعما ما كانوا باغيين يدفعوا لها من مور الباك وما كتبش ليهم، يمكن ليهم حتى يقراو 2 ans في هاد لافاك بهاد الشعبه هذه، ابخي يدفعوا ليها. غير هو تيكونوا شروط الانتقاء بحال لا سوي، ومهم شي شروط كيطلبوهم منكم خصهم يشوفوا فيكم باش تقبلوا زعما. عندكم المدرسة الملكية لمصالح الصحة العسكرية، وعندكم اوسي الماستر، يمكن لكم تدفعوا الماستر وابخي الدكتوراه ان شاء الله، علاش لا. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الشعبه هادي ديال لا بيولوجي ولا اس في تي او. الا نسيت شي حاجه ولا زعما باقي شي تساؤل كيدور لكم فراسكم خليوه لي في لي كومونتير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.